السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا في افضل حال، والايام اللي جاية ان شاء الله تكون خير وسعادة وايام سعيدة على اصحاب برج القوس في كل العالم كله. احبابي واصحابي اصحاب برج القوس، طبعا كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي، بمناسبة عيد ميلادكم السعيد ان شاء الله يكون جاي بالخير وبالسعادة وبتحقيق امنياتكم واحلامكم بامر الله تعالى. أصحاب برج القوس، النهاردة إن شاء الله عايزين نشوف مع بعض التوقعات. أتمنى إنها تكون خفيفة وإيجابية في نفس الوقت على كل أصحاب برج القوس إن شاء الله. قبل ما نبدأ أي شيء هنسمي الله، هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، هنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. اصحاب برج القوس حبايب قلبي، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، تفعيل الجرس عشان يوصل لكم ان شاء الله كل فيديو بينزل بامر الله تعالى. وعايزاكم تتفاعلوا مع القناة، قناتكم الجميلة قناة برج القوس، تتفاعلوا معاها شوية علشان المشاهدات يا حبايبي، والقناة تتفاعل بيكم بامر الله. وبشكر كل الكومنتات الجميلة بتاعتكم. وحبايب قلبي، الناس اللي هي اول ما بتدخل على الفيديو وتقول مفيش صوت، الحقيقة انا قلت الكلام ده اكتر من مرة، بس بيبقى علشان شبكة او كده، فاللي ما بيلاقيش صوت يحاول ان هو يخرج من الفيديو وبعدين يرجع له تاني، بيلاقي الصوت عادي وشغال يعني الحمد لله. معلش حبايب قلبي، اعذروني النهاردة عشان عندي برد شوية، فصوتي يعني ايه متغير شوية حبايبي. هنشوف بقى مع بعض كده بعض التوقعات. هنسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم. في حبايب قلبي اصحاب برج القوس، في يعني عايزه ابشركم كده بحاجه، ان هي عندك تحقيق امنيه، تحقيق حلم، تحقيق مشروع، تحقيق شيء ايه كان يعني طال الوقت بتاعه كده، طول شويه عليك، وشفت ازمات كتير وتحركات كتير يعني حاجات كتيرة فعلا حصلت الفترة اللي فاتت، وكان من قبلها كمان بشوية، لانك انت نفسك في شيء معين، تحقيق حاجة معينة في حياتك. ان شاء الله ربنا بأمر الله هيكرمك في موضوعك ده بأمر الله، بس انت طبعا ما تيأسي، وان شاء الله خلاص انت يعني قربت اهوت، الحمد لله ان شاء الله هتلاقي كده، هتلاقي نور، هتلاقي طاقة حلوة قدامك بأمر الله. كل الحاجات دي مبشرات من عند ربنا، ان موضوعك ربنا هيسهله، يعني هيسهل لك فيه بأمر الله. في مشوار انت هتروحه بأمر الله، يعني المشوار دوت هتبقى قاعدة حلوة، هتبقى قاعدة حلوة فيها سمر كده، فيها ضحك، فيها ان انت هتشوف، هتغير وشوش، هتاكل أكلة حلوة مع أشخاص يعني بتحبهم. المهم ان انت هتبقى يعني ايه، غيرت المود بتاعك يعني وكده. في حد عايز يطمن عليك، في حد عاوز يطمن عليك، يمكن حد قريبك، حد معرفة من بعيد. مهم ان في حد شخص هيتصل عليك عشان يطمن عليك، نفسه ان هو يطمن عليك. يا سلام يا برج القوس، يعني عندك اكتر من حبيب، عندك اكتر من حبيب، ما شاء الله عليك. يعني كل ما تروح في مكان تلاقي معجب، كل ما تمشي خطوة تلاقي معجب، يعني بسم الله ما شاء الله. احنا عارفين ان اصحاب برج القوس عندهم ايه، بوشهم بشوش يعني، وقلبهم كده تحس ان هو قلب طفل، يعني ما عندكوش ضغينة، ما عندكوش حاجة وحشة في قلبكم. فبتبقى انت مميز، اي مكان تروح فيه سبحان الله بتبقى مميز، بتدي طاقة حلوة جدا للمكان، يعني انت بتضفي على المكان ده طاقة حلوة جدا. في واحدة عاوزة تعرف اخبارك وكل حاجة عنك وفي حياتك. الواحدة ديت يا جماعة انتوا اصلا مش بتحبوها، انتوا اصلا مش بتحبوها، تقيلة على قلبكم جدا. ماشي. هي مليانة بس،
هي يعني لونها داكن جدا، يعني لونها مش بيضة، بشرتها مش بيضة يعني. بتلبس بنطلون وبلوزة كده. يعني شايفة نفسها كده ايه، راجل شوية، مسترجلة شوية. ده مش بتحبها اصلا. طب عايزين بقى نشوف الست الحلوة ديت حروفها كده ان شاء الله، عشان تحذروا منها، عشان هي عايز تعرف اخبارك، بتدعبس وراك. لا اله الا الله. معانا حرف السين، حرف اله، حرف الالف، حرف الياء، حرف الواو، وحرف الب اخيرا. عندك انفراجة ان شاء الله بعد دي، بأمر الله، انفراجة مالية حلوة ان شاء الله وبأمر الله. بس قولوا يا رب. بس يا جماعة لما يجيلكم حاجة ما تقولوش لحد عليها. لما يجيلك خير، لما يجيلك مال، لما يجيلك اي شيء حلو ما تقولش لحد عليه. شوف في ناس عمالة تحسبها لك كده بالواحدة كده. في ناس معينة هتساعدك في موضوع مهم جدا. في ناس هتساعدك في موضوع مهم جدا. هياخدوا مقابل، مش هيساعدوك لوجه الله، لا، في مقابل. بس انت هتقول مش مشكلة، المهم ان انت توصل لطريقك الصح. هما في مقابل هياخدوه، ماشي، ما يزعلش. اللي يبتدي معاك على نور ده هو ده الصح، واللي يتفق معاك على حاجة ده ما تزعلش منه، انت تفرح بيه، مش اللي هو بيبقى خبيث، لا. انت كاتب على نفسك ورقة من فترة، يمكن كنت نسيتها او انت عارفها بس شايل همها. يمكن شيك، يمكن وصل، هي ورقة مهم ان انت ماضي عليها. هي مع حد، مع شخص يعني، بس لها مخرج، ما تخافش. وهيتفك دينك، الدين اللي هو عليك ده، في دين عليك هيتفك ان شاء الله. انت محتار بين اتنين بيحبوك، وانت يا ترى بقى هتختار مين يا برج القوس؟ عايزين نعرف بقى برج القوس هيختار مين في الاتنين دول. بصوا، في شخص في حياتكم، في شخص في حياتكم، لا اله الا الله، مش عايزك تملك شيء باسمك. في شخص موجود في حياتكم يا جماعة، ركزوا. الشخص ده مش عاوز يكون عندك شيء باسمك او شيء ملك او شيء انت تملكه. مش عاوز، مش عايزك انت توصل للمكانة دي، مش عايزك توصل للشيء ده، ماشي؟ احذروا منه جدا. انت هتوصل، وان شاء الله هيكون لك اكتر من حاجة باسمك كمان. انت هيبقى لك اكتر من حاجة باسمك، والله بأمر الله. عشان انت انسان صبور اصلا، انسان صبور. صبرت على ناس كتير، صبرت على مضايقات، صبرت على حرمان، صبرت على يعني حاجات كتيرة جدا ألمتك في حياتك، وناس كتير عايرتك، وناس كتير كرهتك في كل حاجة. ولكن انت عندك ايمان وعندك يقين بالله، يعني حاجة فوق الوصف. انت ناس كتير قالت لك خلاص يعني مفيش امل، بس انت عندك امل في الله. انت املك كبير جدا في ربنا. الشيء ده هيكون باسمك، واكتر من شيء هيكون باسمك، لا اله الا الله. مش عايزاكم تتعلقوا بالاشخاص، ما تتعلقش غير بربنا، لان عندك طاقة تعلق بشخص. ما تتعلقوش بحد يا جماعة، ما تتعلقوش غير بربنا وحب ربنا، هو ده الدايم. اي حاجة زايلة. ان شاء الله الفترة اللي جاية حلوة بأمر الله. عندكم خبر سعيد بأمر الله، هتشوفوه، هتسمعوه، هتعرفوا عنه حاجة بعد 3 ايام بأمر الله. خبر حلو ان شاء الله، يمكن وصول حاجة، يمكن انقضاء دين عليك، يمكن خبر عن مولود او حمل، يعني بشرة حلوة ان شاء الله. اتمنى لكم كل خير وكل السعادة. متنسوش اللايك يا حبايبي، وتسمعوا الاعلانات عشان قناتكم الجميلة، قناة برج القوس، وبحبكم جدا.